شفت فيلم الليمبي 8 جيجا وشفت الشريحه اللي زرعها الليمبي في مخه؟ طب تخيل بقى ان الكلام ده مش خيال علمي والكلام ده موجود بجد. في الاول ايلون ماسك مع مجموعه من الشركاء عملوا شركه وسموها نيورالينك. نيورالينك بتركب شريحه صغيره جدا في مخ الناس اللي اتصابوا بالشلل او بالعمى او فقدوا بعض الحواس. الشريحه اسمها تيليباثي، يعني التخاطر. الهدف من الشريحه ان هي توصل بالخلايا العصبيه في المخ اللي مسؤوله عن الحركه او مسؤوله عن الحواس، وتقدر تعيد الحواس والحركه، وفي نفس الوقت كمان تقدر تربط المخ بالاجهزه الالكترونيه. حصلت تجارب على الحيوانات في الاول ونجحت التجارب. السنه اللي فاتت ايلون ماسك قدر ياخد تصريح من الاف دي ان هو يبدا التجارب على البشر. ايلون ماسك اعلن ان التجارب على البشر بتنجح نجاح مبهر جدا. من ضمن الحاجات المهمه جدا في شريحه ايلون ماسك ان هي بتربط الانسان بالالات الالكترونيه اللي موجوده، يعني يقدر يتحكم في الموبايلات، يقدر يتحكم في الكمبيوتر، يقدر يتحكم في اجهزه الكترونيه كتير جدا. الحاجه الثانيه ان هو بيقدر يخزن ذاكره وبيقدر يتحكم في الذاكره بتاعته. في مخاوف كتير موجوده من شريحه ايلون ماسك وهقول لك على 3 اسباب ليها. اول سبب ان زي ما هقدر اتحكم في الذاكره اللي في مخك، زي ما هقدر اضيف لها بيانات، زي ما هقدر امسح لها بيانات. شيل. وزي ما هقدر اشيل عنك الالم او هرجع لك الحواس اللي انت فقدتها، زي ما هقدر اتحكم في حواسك وهتحكم في قدراتك. الحاجه الثانيه والاخطر ان احنا ممكن نرجع لعصر العبوديه. اللي معاه فلوس يقدر يشتري قدرات خارقه، واللي معهوش فلوس هيكون ضعيف جدا. يعني ممكن نلاقي فجاه ان احنا عندنا شخصيات زي سوبرمان وسبايدر مان حقيقيه موجوده بينا. شركات كتير بتشتغل على تطوير الروبوتس والذكاء الاصطناعي، وايلون ماسك شايف ان الخطوه الاهم هي تطوير الانسان نفسه. واضح جدا الفتره الجايه هيكون في صراعات ما بين الانسان وما بين الروبوت، والخوف الاكبر ان الانسان نفسه يتحول لروبوت. من ضمن المخاوف الكبيره جدا اللي موجوده في شريحه نيورالينك ان عقل الانسان هيتحول لآلة، وبالتالي هيبقى سهل اختراقه من الهاكرز، زائد ان اللي بيتحكم هو اللي من حقه يوجه وهو اللي من حقه يحط افكاره وتوجهاته. لو عجبتكم الحكايه اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.